السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة جمالك مع ملاك. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا ما غاديش نخدموا، ولكن غنجاوبوا على بزاف ديال التساؤلات ديال الاخوات اللي كيقولوا لي دائما بزاف ديال الاستفسارات ما كيعرفوش ليها، وانتم عارفين بان كنبغي نجاوبهم وجها لوجه دائما. الاسئله اللي هي متكرره بزاف ديال الاخوات شنو تيقولوا لي، شنو هما الحوايج كاع اللي نقدروا نخدموه بالكروشي. اغلبيه ديال الحوايج اللي حنا نقدروا نخدموا بالكروشي شنو هما. انا غنجاوب على هذا السؤال هذا، ولكن قبل ما نجاوب عليه غنجاوب على بزاف ديال الاخوات اللي كانوا سولوني اسئله اللي هما مهمه، بغيت نسبقهم ونجاوبهم هما الاولين. نبدا بالسؤال ديال الاخت جميله سبع الليل. كتقول لي السلام اختي الله يحفظك، ديري لينا فيديو على هاد الجلابه، كتعني الجلابه الحمراء اللي كنت درت لكم بها فيديو ديال الاسئله السابق. ان شاء الله اختي انا دابا ندير لكم فيديو خاص ديال هذيك الجلابه، وجات زوينه هذيك الجلابه بزاف، لانها ديالي وجات زوينه عيد ديالي انا غنشكرها. نمشي للسؤال الثاني. الاخت نعيمه فكري كتقول لي المبتدئات في الكروشي ما غاديش يتابعوك بسهوله لانك ما كتوضحيش العمل ديالك مره، يعني لازم يوري العمل ديالك، وتقربي الصوره مزيان بالفيديو باش يبان اش كنتي كديري بوضوح. لازم تعملي وقفات للوضوح باش كلشي يستافد. انت اختي من الناس القلال اللي تيقولوا لي هاد الهضره هذه. اولا انا كنوضح التصوير هذه اولا، ثانيا كنخدم غير بشويه. الا كنتي مبتدئه ما تقدريش تجاري الخدمه اللي كندير انا. مبتدئه خصك انتي تتبعي ديري داك الفيديوهات ديال المبتدئات يلاه بادين باش يعرفوا الغرزات ويفهموهم. عادي يمكن لك تشوفي بديك الخدمه اللي كندير، مادام بانني قلت غرزه حشو اولا غرزه عمود، خصك انتي تكوني عارفاها. فهمتي؟ انا تزاوجت هذيك المرحله كما تيقولوا، درت هذاك الشيء في الفيديوهات الاولين، الطريقه ديال المبتدئات. حنا كنمشيو مرحله بمرحله، وانا كنظن انا اختي انا كاع التصوير اللي كندير راه واضح. وكما قلت لك انت من القله القلائل اللي تيصيفطوا بحال هاد الكومونتير وتيقولوا ما كنوضحش اولا كنزرب. نمشي للسؤال الثالث. الاخت اللي داخله برقيه والفقيه كتقول لك عافاك اختي، انا عاد اكتشفت القناه ديالك على اليوتيوب، ندمت اني ما قلبتش شحال هذه، كنلقى صعوبه باش ندخل الخيط في الحرير في العقيق ما كيخرجش كامل، وبعض المرات ما كيبغيش كاع يدخل، وفي الخدمه بالحرير كيتخبل. عافاك جاوبيني الله يعطيك صحتك. اختي شنو نقول لك، العقيق خذي النمره 4 هو اللي كيدخل في الكروشي. الحرير غير بشويه تقدري انت تكوني يلاه مبتدئه، داكشي علاش الحرير كيتشنتف لك. في الاول تعلمي بالكوردون، عاد من بعد دوزي للحرير وما غاديش يبقى يتشنتف لك، راه غير مع المده ما غاديش يبقى يتشنتف لك، غيولي يجيك ساهل. نمشي للسؤال الرابع. الاخت اللي داخله بنجاة ريهام كتقول تبارك الله الرحمن عليك، حابه نعرف واش من القماش تخدمي فيه جلابه، ويا ريت تردي عليا عزيزتي. انا نرد عليك اختي علاش لا. بالنسبه للاثواب ما نقدرش نقول لك، كاين عندنا الاثواب كاين مليفه هي اول حاجه. مليفه اللي هي مطلوبه كنخدموها بالكروشي وبالراندا بزاف، وها هي انا هذه راه لابساها هي مليفه ومخدومه بالراندا كما كتشوفوا في اللون الترابي اللي هو دارج على الموضه، ومنبته بهاد الاحجار هذه، والكورميطه ما فيهاش العقيق كما شفتوا. شي حاجه اللي هي مختلفه سامبل وكتبقى حتى شويه رخيصه في الثمن. كاين الكريب، كاين ليكرا، كاين واحد شويه، كاين الساتان، كاين الساتان دو سوا، هادو كلهم كيتخدموا بالكروشي. كاين التواب ديال الصوف ديال البرد حتى هما كيتخدموا بالكروشي وكيتخدموا بالراندا. المهم جميع الاتواب تقدري ديريهم بالكروشي اولا الراندا. نمشي للاخت اللي هي ورده بوتينه كتقول لي انت خدمتك غزاله، ولكن ديك الصابره اللي بغيتي تصوري، الا بغيتي تصوري ديري الوان مات. هضرتي اختي انت على داك الدريس اولا داك الدريس اللي درت اولا الحاشي ديال الحبيك اللي هضرتي عليه انت، كيفاش الحبيك ديال 2019. صافي واخا اختي، والله الا كنحاول انا كنجيب لكم الالوان اللي هي واضحه مع التصوير وباينه. مره اخرى ان شاء الله اختي ندير لكم الالوان اللي هي كتكون مات باش تجي واضحه. الاخت اللي داخله بيوكسبور يوتيوبر، عافاك اختي، بغيت نعرف الا بغينا نديرو ملاقيه بالكروشي واش الثوب نكفوه بالماكينه او بلا باليد من بعد السورجي. كنتمنى تجاوبيني حيت بغيت ندير ملاقيه ديالك في الجلابه
دبنتي. بالنسبه لغسيل الثوب ملي كتكفيه على هذا الشكل هذا ما تكفيهش، ما ديريش ليه هنا غير كتني، هنا غير كتني، هنا ما كتكفيش وما كتخيطيش بالماكينه، هنا غير متني باش هنا من القدام ما كيجينيش داك الديفو ديال التنبيله اولا ديال لوغلي اولا ديك خياطات الماكينه. ما خصهاش تجينا كاع من هنا من القدام كما كتشوفوا. ها هي خدمه هنايا نقيه ما مكفله باليد ولا بالماكينه، خصها غير كتنا، وكنخليو داك الخيط باش تنيناها حتى كتصلح عاد كنحيدوه باش ديك التكفيفه اللي حنا تنينا صافي كطيح مع المصلوح. هادشي اللي كاين. نمشي للاخت اللي داخله بفاتي ام بني، كتقول سلام اختي ملاك، شكرا على مجهوداتك اللي كنستافدوا منها كثيرا، ولكن اريد ان استفسر عن نوع الكروشي ونوع العقيق اللي كيدخل فيه. الكروشي اختي النمره 12 انا باش كنخدم، نتوما اللي كنتو كتخدموا ب10 او 11 كيجيكم مزيان ما تغيروش، ولكن الكروشي اللي كيدخل في العقيق راه هو النمره 12، والعقيق اللي كيدخل في الكروشي هو النمره 4. وخلاص داك العقيق الدائري راه تيكون خاص غير النمره 2 اولا هذا راه كيدخل في الكروشي ما كيكونش فيه مشكل. نمشي للسؤال الاخير اللي هو الاخت ام هبه، كتقول شكرا اختي على الشرح، انا خدمتها القفطان، واش تجبديها حيت تتبغي تلصقيها ولا تتصلح تتجبد شويه؟ جاوبيني عافاك راني بغيت نخيطها. اختي بالنسبه لديك السفيفات كاع كاملين اللي كتخدموا بالكروشي ضروري ملي كتخدموا كديري قياس القفطان نيشان. ملي كديري قياس القفطان وملي كتمشي تصلحيها راه كتجبد واحد شويه ضروري لان الكروشي شويه كيطرخه. ملي كتجبد هذاك الزائد راكي كتكفيه مع التكفيفه اولا مع الثنيه ديال الجلابه ولا ديال القفطان، ضروري ما تصلحيها عاد تخيطيها، حيت ملي كتصلح كتسرح الخدمه ديالك وكيبان لك راه ملي غتخيطيها وداك القنيتات اللي غتخيطي منهم كيتسرحوا وكيجيو مزيانين. ونمشي للسؤال اللي هو مهم اللي كيقولوا كاع الاخوات شنو الحوايج اللي نقدروا نخدموا بالكروشي. بالنسبه للكروشي تقدروا تخدموا به اول، انا بالنسبه ليا كنخدم به غير الملابس اللي كيتلبسوا، الملابس التقليديه فقط. نتوما ممكن تخدموا بهم السباني ديال الشعر. كيقول الاخوات واش كتخدمي قبل ما الاخوات يقول لك ديما واش كتخدمي السباني ديال الشعر، واش كتخدمي الشيلان الزيوفه، واش كتخدمي التقاشر؟ انا ما كنخدمش هذا الشيء. الكيوسه حقت الحمام نتوما كتخدموا بالكروشي. انا سبق ليا وكنت كنخدم واحد الكيس الكيوسه اللي هما كانوا عندنا قدام تقليديين كنخدمهم، ولكن نخدمهم راسي لدارنا الماما هادو كنخدمهم ليا انا، ولكن بالنسبه للكليان ما عمري خدمت ليهم لانه كيكون فيهم شويه ديال التماره، ومن الاحسن مثلا نفضل تعلموهم راسكم، والثمن ديالهم راه جد مناسب واخا تبغيو تشريوهم. بالنسبه للكابات اولا الشيلان اولا الزيوفه ما كنخدمهمش وما كنخدمش، وهذوك خلاص دوك التبيقات البراد اولا يد البراد دوك كنخدم بهم غير راسي انا، مثلا نخدمهمش للكليان، كنخدم غير لشي حاجه راسي انا باش نزين بها ديك الصوينيه اللي كنحط. وانتم اللي بغيتو تخدموا هادشي راه غتخدموا. الاخوات اللي هما يلاه بادين في الكروشي يبداو بهادشي هو الاول، عاد من بعد تمشيو للملابس التقليديه. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا انا كنخدم غير الملابس التقليديه فقط بالكروشي للكليان اللي كيجيو عندي. هادشي هو اللي كاين. كنتمنى نكون جاوبت على هاد الاسئله ديالكم كلها بوضوح وتكونوا فهمتوا المقصود ديالي من هاد الاسئله كامل اللي كتسولوني، ونكون عطيتكم اجابات اللي هي تكون واضحه وصريحه. ما تنساوش تشتركوا في الجروب على الفيسبوك وعلى الانستغرام، ودائما رقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف، حيت بزاف ديال الاخوات يقول لك ما كنعرفوش كيفاش نتواصلوا معاك. تواصلوا معايا عن طريق الواتساب، اما اللي بغى يخدم يتصل بيا مباشره في اي وقت مرحبا به. السلام عليكم.